صباح الخير عليكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى جاي لكم فيديو حلو جدا جدا، واليوم كان اصلا حلو قوي قوي، والجو كان جميل ما شاء الله عليه. فبدات معاكم كده من على السطح، قلت بقى ايه نفطر مع بعض كده، واعمل كوبايه شاي بلبن، وناخد قرصتين ونطلع ايه نقعد على السطح جنب الزرع بتاعنا الجميل اللي انا كنت زرعاه معاكم. والنهارده الفيديو غير اي فيديو بجد والله، كنت بصوره بكل حب ومبسوطه قوي قوي. ايه المناسبه بقى؟ علشان كان النهارده عيد ميلاد. اليوم النهارده يوم مش عادي، ليه بقى؟ علشان كان عيد ميلادي. بصوا اليوم ده كنت مبسوطه أوي والله العظيم، ربنا يسعدنا جميعا وربنا يفرح قلوبنا جميعا. حتى جوزي بيقول لي في انت مالك يعني مبسوطه قوي النهارده بيوم عيد ميلادك؟ قلت له ده النهارده عيد ميلاد. قال لي ده انت كده كبرت سنه المفروض تزعل. ابدا والله، لما نكبر سنه كده واحنا بصوا، طول ما القلب فيه خير وحب وخير للناس وحب للناس وفيه طيبه وما فيهوش حقد ولا غل ولا حسد ولا زعل ولا الكلام ده. ساعات بنزعل بس مش اللي هو دايما بت... ب... القلب شغال على طول بالغل والحقد والكلام ده، لا ابدا والله. فالحمد لله يا رب، سنة عدت بخير والسنة الجاية تكون أحلى وأحلى بإذن الله. حبيت أبدأ معاكم كده بالفيديو من على السطح كده، وأوريكم الزرع بتاعنا الجميل ده ونفطر مع بعض. وبتمنى منكم بقى ما تنسوش أم وأبويا من الدعاء، إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. أم وأبويا وجماعة أمواتنا إن شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش إخواتنا في غزة وفلسطين واليمن وسوريا ولبنان وكل الدول العربية. كل الدول العربية ربنا يحفظهم وربنا يحميهم ويبعد عنهم أي شر يا رب. الفيديو النهارده بصوا حبيت بقى ايه ان انا اسعد نفسي بنفسي بجد والله العظيم. اصل انت لو استنيت ان حد يسعدك، ما حدش بيسعد حد. انت اللي في ايدك تسعدي نفسك، وانت اللي في ايدك تعيسي نفسك وتزعلي نفسك. فقلت النهارده اليوم ده يوم حلو جدا. حلو جدا عشان انا جت فيه على الدنيا بجد والله العظيم. فقلت نصوره ونعمل فيديو صغير كده. ومش لازم ابدا السعاده تبقى في هديه او في خروجه او كلا. فعلا احنا خرجنا في اليوم ده، كنا معزومين في فرح ورحنا الفرح ويعني والحمد لله، وكان يوم حلو قوي قوي. فايه قلت بقى ايه بعد ما ننزل من على السطح نخلص شغل البيت كده والشقه، وندخل على المطبخ نبدع بقى فيه. كان عندنا بقى ايه حته لحمه كده في التلاجة زحمه الدنيا وعامله مشكله في التلاجة. قلت لها لا ابدا ما سيبكيش كده في السقعه دي، تعالي بقى ايه ميعادك النهارده. عملت طبق كفته حلو كده كام صابع كده، بس والله العظيم بالرغم ان هي كانت قليله كده بس كان طعمها زي العسل، ومعموله بطريقه حلوه قوي. انا فعلا ما صورتش كل الحاجات دي معاكم لان احنا عملناها قبل كده مع بعض. بس الغرض من الفيديو اللي انا جايه اقول لكم تقولوا لي النهارده كل سنه وانتم طيبين، وانا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. سنه فاتت وسنه جايه باذن الله تيجي بالخير والهنا والسعاده عليكم جميعا، وكل اللي نفسه في حاجه ان شاء رب العالمين يحققها في السنه الجديده دي باذن الله. وربنا يطعم كل مشتاق، ما يحرمش حد منهم ابدا. ويا رب كل اللي زعلان من حد ان شاء الله يتصالح. محدش يشيل في قلبه زعل من حد بجد والله العظيم. الزعل ما منوش الا تعب للقلب. وعلى فكره سمعت الدكتور يعني كبير، اول حاجه بتاثر الزعل بيأثر عليها عضله في القلب بتتاثر فعلا، اول حاجه بتتاثر من الزعل. فالنهارده بقى ايه عملت معاكم الفيديو الجميل ده. عملت بقى طبق سمبوسه حلو كان طعمها تحفه، عاملاها بالجبنه الميكس. والرز البسمتي ده، والسلطه والكفته والقمر. وعملنا طبق طحينه والعصير طبعا. والله كان يوم حلو قوي بالرغم من بساطته، بس كان حلو. بصوا لو بأقل القليل بس انت مبسوطة ومن جواكي راضية، خلاص. اهم حاجة الرضا، انك ترضي بكل شيء، ترضي بالحلو وترضي بالوحش ان شاء الله يا رب. وربنا ما يجيب لناش حاجة وحشة ابدا، بس لازم يبقى الرضا في اساس كل حاجة. عملت السفرة الجميلة دي واسعدت كل اللي كان معايا في اليوم ده ان شاء الله. وخرجنا برضو يعني زي ما انا قلت لكم خرجنا برضو. يا رب اشوفكم على خير باذن الله وفي فيديو جديد. في رعايه الله، مع الف سلامه.